أهلا بكم أعزائي المشاهدين والمتابعين أصدقاء المهنة. في يوم جديد هنتكلم إن شاء الله النهاردة عن حاجة بناء على طلب المشاهدين. في حد من السادة الزملاء بعت لي رسالة قال لي عايزك تتكلم عن موضوع المشتريات، يعني مين صاحب قرار الشراء، مين اللي منوط فيه لجنة اختيار الأصناف أو كده. فعايز أقول لك لو أنت في مكان زي اللي احنا فيه دلوقتي ده، صاحب قرار الشراء أكيد المدام، ومين اللي هيحاسب؟ أكيد سعادتك. لا، المطاعم لو انت بتتكلم عن شركه مطاعم شكل مؤسسي، يعني صاحب قرار الشراء هي اداره المشتريات. هم اللي بيشتروا، هم اللي بيجيبوا عروض اسعار من اماكن مختلفه. المفروض يجيبوا عروض اسعار من اكتر من 3 4 اماكن عشان يقارن بينهم وتشوف الافضل ليهم ايه. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان مين بيطلب، مين بيعمل مشتريات، مين بيحدد المواصفات؟ اكيد الشيف. لو في مطعم او فندق حتى او كده او مجموعه مطاعم، الشيف مع المدير الاشتراك معهم سوا بيقولوا احنا محتاجين مثلا اصناف الاتيات، يعملوا بيرشيزنج ليست، قائمه مشتريات بناء على المنيو الموجود عندنا، او لو في عندنا ايفنت او حفله او كده برضه بناء عليه. افرض احنا ما عندنا حفلات خارجيه كاترينج مثلا او كلام من، برضه يقعد الشيف مع المدير يقول محتاجين الصنف ده بالمواصفات الكذا، محتاج الصنف ده، محتاج الصنف ده منه كميات قد كده. تمام. بعد ما بيعملوا طلب الشراء ده او مواصفات الشراء بمعنى اصح، مواصفات المواد الخام اللي احنا محتاجينها، لازم نرجع لادارتين. اداره المخازن نشوف البار ليفل اللي عندهم قد ايه او الحد الادنى من المخزون. يعني الصنف مثلا الاكس مثلا السكر يكون عنده مثلا اقل حاجه 20 كيلو مثلا، يبقى نتاكد عنده قد ايه عشان نشوف كمان الساعه التخزينيه اللي عنده قد ايه. يبقى لازم نرجع لاداره المشتريات اللي المخازن الوير هاوس، نقول لهم يا جماعه انت محتاجين من الصنف ده قد كده، انت محتاج منه قد ايه يا مدير او يا شيف؟ عايز كده، يبقى احنا هنشتري قد كده. يبقى احنا دلوقتي نسقنا مع اداره المشتريات والمخازن ايه الاصناف اللي هنشتريها وايه الاصناف اللي هتتخزن. دي اول نقطه. تاني حاجه، مين اللي هيستلم البضاعه اللي احنا طلبناها دي؟ لجنه برضه، لجنه مكونه من مين؟ لجنه مكونه من المخازن، من المخازن عشان المخازن الكميات هتخش عنده، والشيف برضه او المدير، بحيث انه يشوف المواصفات القياسيه اللي مطلوبه لكل منتج. شكل العبوات زي ما شرحنا قبل كده، شكل العبوه والاكسبيريشن ديت، تاريخ الانتهاء والصلاحيه والحاجات دي، والمواصفات اللي يجب الاستلام طبقا ليها يعني. يبقى ده الطلب الشراء، وده الاستلام. بعد الطلب والاستلام بقى عندنا ايه؟ الحساب. مين اللي هيحاسب؟ اللي هيحاسب الاداره الماليه. الاداره الماليه هي اللي هتحاسب، متمثله في اداره المشتريات. طب الحساب نظامه ايه؟ والله بقى على حسب الاتفاق. يعني في شركات بتحاسب كل شهر، في كل 45 يوم، في شركات تقول لك لا فاتوره وفاتوره. يعني ايه فاتوره وفاتوره؟ يعني يجيب لك النهارده بضاعه ب 10000 جنيه، هو جاي المره الجايه بعد اسبوع اسبوعين ياخد ال 10000 جنيه القدام، والجديد يبقى ايه؟ كريدت عليك، يبقى عندك ليه ثمن الفاتوره الجديده اللي جت. اوكي. بعض الناس زي شركات المياه الغازيه غالبا بيقول لك لا انا باخد حسابي كاش. بيبسي وكوكاكولا انا عارف الموضوع ده بياخدوا حسابهم كاش، اوكي، او حسب الاتفاق. فده مش بتاعتنا، احنا بتاعتنا ان احنا نشوف المواصفات القياسيه بتاعتنا ايه، ومين اللي هيطلب طلب الشراء، ومين هيستلم البضاعه، ومين هيستلمها يخزنها، ومين اللي هيحاسب عليها. قلنا الاداره الماليه بالتنسيق مع مين؟ مع اداره المشتريات واداره المخازن. لا الصنف ده استلمناه، لا ما استلمناهوش، وهكذا. دي ببساطه موضوع المشتريات. لو عايز تسال بقى طبعا حجم مطعمك بقى، انت مطعمك قد ايه؟ هل انت مطعم واحد؟ هل مطعم جديد؟ هل انت مؤسسه اكزيست شغاله؟ ولا هتفتح مطعم لاول مره؟ لو هنفتح مطعم لاول مره، في نقطه لازم نقولها ان هي المنيو تيست. المنيو تيست اللي هو هنعمل تجارب على جميع الاصناف اللي في المنيو ده اول مره قبل ما نبدا في الشركه. وطبعا المنيو تيست ده كمان برضه بيكون ليه قصه لوحده. يعني بمعنى ايه؟ تحدد الاصناف اللي انت هتشتريها، وتحدد الكميات اللي انت هتشتريها برضه مع قاعده مع الشيف والاداره الماليه. بيقول لك ده المنيو تيست ده هيكلف مثلا 1000 جنيه 2000 جنيه على حسب يعني. دي بيكون لو انت بتعمل بري اوبننج، بتعمل افتتاح لمكان جديد. ارجو اكون جاوبت على الاسئله اللي مستر شريف اتصل وسال عليها، وان شاء الله بالتوفيق للناس كلها. لو في عندكم اي حاجه تسالوا عليها انا تحت امركم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناه ان شاء الله. شكرا، مع السلامه.